ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو تاخدوا بالكم من على البيج ان انا كل شويه بتكلم بقول ايه، انا هيلث كوتش وبتكلم عن هيلث كوتشنج وبحضر مؤتمرات كوتشنج، والحمد لله بقى ليا توكس في مؤتمرات الكوتشنج الحمد لله. والموضوع ده واخد جانب كبير قوي من اهتمامي، واتسالت سؤال لطيف جدا، هو ايه الكوتشنج ده يا دكتوره ياسمين؟ انا فعلا ايه ده؟ ازاي انا عماله اتكلم على حاجه جديده احنا علينا في المجتمع المصري؟ هي حاجه بقى لها سنين على فكره بره، بس هي تعتبر حاجه جديده عندنا في المجتمع المصري والوطن العربي، اللي هو مجال الكوتشنج. وناس كتيره ما تعرفش يعني ايه مجال الكوتشنج. في ناس ساعات بتربطه بالتنميه البشريه والكلام ده، لا حاجه مختلفه تماما خالص عن الكلام دوت. فقلت ازاي انا ما قدرتش اعرف واطلع للناس اقول لهم يا جماعه يعني ايه هيلث كوتشنج. بس قبل ما اتكلم عن ايه هيلث كوتشنج، تعالوا احكي لكم حكايه صغيره بسيطه، اللي هي حكايه بتاعت كل يوم، اللي هو ان شاء الله من يوم السبت هبدا دايت، ولو انا عندي اجازه السبت يبقى من يوم الاحد انا هبدا دايت، وما ببداش دايت، ولو بدات يومين وبقع. لما بروح لدكتور التغذيه وببقى عارفه متاكده هو هيكتب لي ايه، هيقول لي اشتغل على اللايف ستايل، هيقول لي خلي بالك عايزين بقى نشتغل على الاكل، هنوقف معرفش ايه ونقلل ايه ونتحرك وننام بدري ونقلل الستريس شويه، ويا ريت نعمل صح. احنا كلنا بنبقى رايحين لطبيب التغذيه العلاجيه اصلا عارفين بنسبه 99.9 هو هيقول لنا ايه، صح ولا لا؟ بس في الغالب ما بمشيش عليه. ليه؟ لان في عندي فجوه، في جاب ما بين ايه؟ ما بين ان انا عارف وعايز، وما بين ان انا اقدر اعمل. ده دور الهيلث كوتش ودور الهيلث كوتشنج، ان انا باخدك من الحته بتاعت ان انا عارف وعايز ومش قادر، لان انت قادر وكمان تقدر تكمل. الهيلث كوتشنج بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على اللايف ستايل، ان احنا نقدر نعمل اللايف ستايل. بنستخدم حاجه اسمها كوتشنج سكيلز، ان احنا نشتغل على اللايف ستايل اللي احنا عارفين. يعني احنا عارفه ان انا المفروض العب رياضه، ان انا المفروض اقلل ستريس، المفروض ان انا اكل هيلثي، ان انا المفروض اقلل سكر، لو في سجاير ونيكوتين اشتغل عليهم. المفروض انا بشتغل على الحاجات دي، بس انا بشتغل بقى ايه؟ بدخل عميق شويه، اللي هو ايه؟ هو ايه اللي مش مخليني اعرف اعمل الحاجات اللي انا عارفاها؟ هو ده دور الهيلث كوتشنج ودور الهيلث كوتش. عشان كده هتلاقونا بنشتغل على ايه؟ هتلاقوني بتكلم على جوع عاطفي، على ستريس، بشتغل على بودي ايمج، صورة جسمي بالنسبة لي، بشتغل على نوم، بشتغل على حاجات كتيرة جدا عميقة، بشتغل على قناعاتي وإيمانياتي، بشتغل على روحانياتي، بشتغل على علاقتي بنفسي وعلاقتي باللي حواليا وعلاقتي بربنا. تخيلوا كل ده ليه علاقة. أنا ليه مش قادر أعمل لايف ستايل يناسبني؟ مش قادر أعمل لايف ستايل اللي أنا عايزاه، مش قادر أبقى إنسان بياكل صح وبيلعب رياضة وبيبقى الإنسان اللي كلنا نفسنا نبقى فيه. الحاجات اللي موقفانا دي حاجات كتيرة قوي إحنا بنشتغل عليها. فعشان كده ما تستغربوش لو أنا بتكلم على الحاجات ديت عندي في البيج، لأن كل ده في الآخر بيصب في اللايف ستايل، في الآخر بيصب في صحتنا، في الآخر بيصب في إن إحنا ليه ما بنقدرش نعمل كده. ده ملخص بسيط عن الهيلث كوتشنج. وعلى فكره الكوتشنج مجالات كتيره جدا. يعني انا الحمد لله سيرتيفايد هيلث كوتش، بس في كوتشنج علاقات، في كوتشنج فقط، في كوتشنج بزنس، ازاي الناس اللي تقدر عايزه تقوم بزنس خاص او عايزه تعمل تغير الكارير بتاعها، كل ده بقى ليه كوتشنج. فالموضوع مجال جديد رابيدلي بروجريسيف على فكره، يعني بيتطور تطور رهيب جدا، وهتسمعوه في مجالات كتير جدا، وهيدخل ويعني هيتواجد بقوه. بس ده ببساطه كده يعني هيلث كوتشنج. وانا احتاجته حقيقي. انا لما جيت اشتغلت في العياده لقيت ان انا في حاجه كانت بيني وبين الحالات، اللي هو انا عايزاك تعمل كذا وانت تقول لي حاضر انا هعمل، وانت متحمس جدا ان انت تسمع كلامي، بس بتطلع من عندي ما بتسمعش الكلام، بتطلع من عندي في حاجه بتقع منك. ليه؟ لان ما نخرطتش في ايه اللي ممكن يوقفك. ساعدني جدا بقى مجال الكوتشنج في ان انا ادور ورا ايه اللي موقفك، ايه اللي مش مخليك تكمل، نشتغل عليه، فتبص تلاقي الدنيا ايه بقت لطيفه، وقادرين ان احنا نشتغل على اللايف ستايل بتاعنا. اتمنى ان انا اكون شرحت يعني شرح وافي مبسط كده، مش وافي، شرح مبسط قوي لمجال الكوتشنج، لان مجال الهيلث كوتشنج مجال كبير جدا جدا. اشوفكم دايما على خير. باي باي.